هذا يعني قلنا أنه، وأنتم تقولون أنه لم يتم التوصل من خلاله إلى أي نتيجة. اسمح لي أدخل في موضوع القوات الأمنية والممارسات بوجه المتظاهرين. طبعا يعني المعارضون يعتبرون ما يحصل أنه بمثابة قمع مكشوف، متجاوزين بذلك نداءات دول غربية تحديدا، منظمات حقوقية أيضا دولية، دعت السلطات السعودية للسماح للتظاهر السلمي. مع هذا لم تحترم هذه النداءات، مما الخوف وما تفسير ذلك؟ لا، أصلا الحكومة السعودية يعني هي موقعة على عدة اتفاقيات على أساس أنها تحترم حق التظاهر وحق التجمع السلمي، بس هي ما تطبق هذه الأشياء، يعني ما موقع عليها وما تحترمها في نفس الوقت ولا تستجيب إلى النداءات. المشكلة يا سيد الفاضل إنه الأسرة الحاكمة في السعودية تقوم إن يعني مقدرات الدولة اللي هي فلوس النفط تستغل هذه الفلوس إنها في عمليات الضغط وشراء الضمائر. يعني عندك الصحف السعودية مثلا يسيطروا عليها ناس مثلا يقول لك هذه الليبراليين، ما هم ليبراليين ولا شيء، هذا يعني بيشتغلوا عند الحكومة. أنت بكرة لو كتبت شيء ما عجب الحكومة راح يشيلوك، تمام. فإنه الحكومة السعودية كونها إنها هي مثلا تقمع المتظاهرين أو تخلي رجال الدين، يعني رجال الدين الآن صار ما حد يحترمهم، يعني كل يومين الدولة تقول لهم طلعوا فتوى، يطلعوا فتوى جديدة. فهذه من الأشياء اللي خلت الناس تفقد الثقة برجال الدين، وخلت بعض رجال الدين يتمردوا على الدولة، لأنه أنت مش ممكن، أنت رجل دين المفروض ما تخاف إلا من ربك اللي خلقك. بس الآن رجال الدين يطلعوا فتاوي مضحكة يقول لك اللي هو تحريم المظاهرات، يعني اللي يحرم ويحلل هو الله، يعني مش هذيل الناس. يعني بعيدا عن هذا النقاش طبعا، يقول إنه هذا فتحناه على كل حال، خصوصا عندما صدر بيان هيئة كبار العلماء في السعودية وكان هناك رد على مسألة التحريم. لكن عودة إلى موضوع المواثيق الدولية والتي توقع